ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم معاكم عن موضوع مهم جدا لكل واحدة حابة تكون أميرة وملكة في حياتها. بس قبل ما نبدأ اقعدي في مكان هادي ومريح واعملي مشروبك المفضل وتعالي نسمع ونستمتع سوا. تعرفي انك ممكن تبقي ملكة وأميرة في حياتك؟ طب تعرفي اصلا انك ممكن تخلي الناس كلها في حياتك يعاملوكي معاملة الملكات والأميرات؟ هتقوليلي وده هيحصل ازاي؟ هقولك بكل بساطة ده هيحصل في حالة واحدة بس، وهي انك تتابعي الفيديو للنهاية وتركزي كويس قوي في كل كلمة. وقتها هتقدري فعلا تخلي الناس كلها تتعامل معاكي كأميرة. فخلينا نبدأ على طول. تفتكري لو في واحدة شايفة نفسها أقل من الناس كلها وشايفة إن أي واحدة في الحياة هي أجمل وأحلى منها، طب تفتكري الناس هتتعامل معاها إزاي؟ طيب لو واحدة تانية عندها طاقة ذكورية عالية جدا وماشية تتعامل في الحياة على أساس إن هي راجل وشايلة مسؤولية كل حاجة حواليها وبتعمل الحاجات المطلوبة منها والحاجات اللي مش مطلوبة منها كمان، هل تفتكري في حد هيعاملها كملكة؟ الإجابة أكيد لأ. وانا مش جايه النهارده علشان اقولك ما تشيليش مسؤوليه نفسك ولا علشان اقولك ما تساعديش حد، بالعكس تماما، شيلي مسؤوليه نفسك وساعدي اللي محتاج فعلا مساعده. بس لازم تكوني عارفه امتى وفين تعملي ده، لان طول ما الناس شايفاكي بتستحملي هيزودوا عليكي اكتر، وطول ما انتي ماشيه تساعدي الناس كلها لازم هتقابلي ناس استغلاليه في حياتك هيكونوا قادرين ان هم يساعدوا نفسهم بس هيرتاحوا عليكي. فعلشان كده لازم تفرقي وخلي بالك، لو انت طول عمرك بترفضي ان حد يساعدك عمرك ما هتبقي أميرة أو حتى هانم في حياتك. في أوقات معينة لازم نعتمد فيها على نفسنا، وفي أوقات تانية لازم نطلب المساعدة فيها. يعني مثلا أقرب مثال اللي كلنا عارفينه وهو برطمان الصلصة، لو زوجك أو أخوكي أو والدك موجودين يبقى هما اللي هيفتحوه، مع إنها حاجة بسيطة جدا وأوقات كتير احنا هنقدر نفتحه، ولكن لازم تكوني مدللة. وقيسي بقى في حياتك كل حاجة على المثال ده، لو في أي حاجة صعبة عليكي تقدري تطلبي المساعدة فيها، وما تقوليش لأ أنا سترونج وومن وهقدر أعمل كل حاجة لوحدي. أنا عارفة إنك قوية وتقدري تعملي كل اللي انت عايزاه، بس في الحالة دي لو مشيتي تتقمصي دور الراجل عمر ما حد هيعاملك كأميرة. لو جيتي بصيتي على حياة الأميرات هتلاقيهم عندهم خدم وناس بتساعدهم في كل حاجة، وهي بتكون مرفهة ومدللة. فانت كمان اعملي كده، أي حاجة أكبر من طاقتك أو أكبر من مقدرتك ما تسترجليش وتعمليها، لا اطلبي المساعدة من أي راجل في حياتك. وحتى لو عايشة لوحدك ممكن أي حد مختص أو عامل يجي يساعدك، المهم تحافظي على طاقتك الأنثوية وتقللي خالص من الطاقة الذكورية. وطبعا مش محتاجة أقولك إن مفيش أميرة بيكون صوتها عالي وأسلوبها حاد، حافظي دايما على نعومة صوتك وعلى أنوثتك، وحافظي كمان على جمالك، اعتني بنفسك وبمظهرك كأنك أميرة فعلا، لأن مفيش أميرة بتكون مبهدلة أو مش منسقة وجميلة. حافظي على أناقتك سواء داخل البيت أو خارج البيت، احنا مش بنكون شيك برا البيت بس، لا احنا بنكون شيك جوه البيت قبل برا البيت، لأن هو ده الأصل وهو ده الأساس. اهتمامك بنفسك جوه بيتك كمان أكبر دليل على حبك لنفسك وأكبر دليل على طاقتك الأنثوية، لأن في البيت في الغالب محدش غريب هيشوفك، فوقتها انت هتهتمي بنفسك علشان نفسك، لكن برا البيت انت بتهتمي علشان شكلك قدام الناس. فمن النهاردة ورايح اهتمي بجمالك داخليا وخارجيا، اهتمي كمان بأسلوبك وألفاظك وطريقة كلامك، ومش محتاجة أقولك إن الأميرات كلامهم راقي وصوتهم واطي وأسلوبهم جميل. وخلي بالك إن كل حاجة انت عايزاها في الحياة بتبدأ من عندك انت الأول، علشان فعلا تكوني أميرة انت محتاجة تتعاملي كأميرة فعلا. وقبل ما تتعاملي مع الناس بأسلوب الأميرات انت محتاجة تتعاملي مع نفسك الأول بالأسلوب ده، محتاجة ده يكون أسلوب حياتك على طول علشان الناس حواليكي ما تحسش إنك بتتصنعي. وعلشان تتقني الأسلوب ده في حياتك هتحتاجي وقت وتدريب، مش في يوم وليلة كده هتنامي وتقومي مفعلة وضع الأميرات، أكيد لأ، علشان محدش ينتقدك ويحسوا إنك بتتصنعي ومفعلة في الوقت ده بقى الصوت الشتوي. خديها تدريجيا واحدة واحدة، كل فترة دخلي عادة جديدة أو أسلوب جديد في حياتك وتدربي عليه لحد ما تتقنيه، ولحد لما الناس حواليكي يتعودوا عليه ويحسوا ان فعلا جزء من شخصيتك ومش تصنع. زي مثلا انك تيجي فترة وتبدأي تدخلي عادة انك ما تعليش صوتك، حتى لو في وقت متعصبة فيه او متضايقة فيه كمان ما تعليش صوتك. هتعلمي نفسك الهدوء وتحطي في بالك ان مفيش اميرة بتصرخ ولا بتزعق وصوتها عالي، ومع الوقت والتدريب هتبدأي فعلا تتمالكي نفسك وتحافظي على هدوءك. وقتها الناس حواليكي هيتعودوا ان صوتك هادي ورقيق، ووقتها بقى تقدري تبني عادة جديدة زي مثلا انك تشكري اي حد يساعدك في اي حاجة، وده ضروري جدا على فكرة. لازم تعودي نفسك انك تقدري الناس اللي حواليكي وتشكريهم وتقولي كلام حلو، الكلام الحلو بيأثر قلوب الناس.
احنا ياما شفنا ناس بتكون نواياهم سيئة واستغلاليين بس بيعرفوا يقولوا كلام حلو، واكيد كلنا شفنا تأثيرهم على الناس اللي حواليهم، فعودي نفسك دايما على الكلام الطيب. وطبعا مش معنى كلامي انك تمشي تقولي لأي حد يقابلك في حياتك او في الشارع كلام حلو، أنا قصدي هنا على أهلك ومحارمك فقط لا غير، لكن أي حد غريب بنشكره على المساعدة وبس، مش محتاجين نعمل أكتر من كده. من صفات الأميرات كمان هي اللطف والحنان، لازم تكوني لطيفة وحنونة مع نفسك ومع اللي حواليكي، لازم تسمعيهم وتهتمي بيهم وتكوني حنينة معاهم، ولو في وقت صعب بيمروا بيه لازم تتعاطفي معاهم وتكوني سند ليهم. لازم تكوني حنونة ورحيمة مع نفسك ومع كل اللي حواليكي، وزي ما بقولك لازم تقبلي المساعدة وقت ما تحتاجيها، كمان بقولك لازم تقبلي الهدية. مش لما حد يجي يعطيكي هدية تقولي لا 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 أنا مش بقبل الهدايا، أو أنا أقدر أجيب كل حاجة نفسي فيها لنفسي. هو حلو إنك تقدري تجيبي كل حاجة لنفسك، بس كمان ده مش من الأنوثة إنك ترفضي الهدية ولا حتى من الإسلام. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقبل الهدية وقال تهادوا تحابوا، فمش صح أبدا إنك ترفضي هدية إلا إذا كانت في حالات خاصة أو من أشخاص ما ينفعش نقبل منهم، زي مثلا إن ممكن يكون حد بيقدم لك هدية علشان بس يتدخل في حياتك أو علشان يقرب منك وانتي رافضة وجوده في حياتك. ففي الحالة اللي زي دي بنشكر الشخص ده على إنه كلف نفسه ونقدره، بس مش بناخد الهدية. ومن الحاجات كمان اللي هتديكي جاذبية ومكانة بين الناس هي علمك وثقافتك، ضروري تكوني متعلمة ومثقفة، لازم تتعبي على نفسك وتجتهدي وتاخدي شهادات في المجالات اللي بتحبيها، وتقرأي كمان كتب ويكون عندك ثقافة. كل ما اتعلمتي أكتر وقرأتي أكتر كل لما كان عندك حكمة ومرونة أكتر، هتبدأي تشوفي الأمور بمنظور مختلف وتوازني كل حاجة بميزانها الصحيح. وطبعا مش هوصيكي بقى بعنايتك ببشرتك وبشعرك وبجمالك، وما يمنعش طبعا لو تقدري انك تروحي كل فترة تدلعي كده نفسك وتعملي ماسكات لبشرتك وشعرك وتهتمي بأظافرك، وكمان تروحي جيم وتهتمي بصحتك وبرشاقتك، تاكلي أكل صحي تحافظي على جمالك وعلى نضارة بشرتك. وفي النهاية خليني أقولك مقولة حبيتها جدا بتقول: الأميرة الحقيقية لا تحتاج إلى عرش أو تاج لتثبت أنها أميرة، لأن الأميرة الحقيقية تمتلك جمال روح يكفي ليضيء مملكتها. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسيش لو عجبك الفيديو تحطي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وأشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.